السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض السلطة التركية. عندي من المقادير 4 حبات من البصل المفروم ناعم، حزمة من الجرادة اللي هو الشبت أو ممكن نستغني عنه ونضيف بدل منه البقدونس. كمان عندي زيتون أسود مقطع، 4 معالق من الصلصة اللي هي معجون الطماطم، عندي فلفل أحمر معلقتين تقريبا أو حسب الرغبة، عندي من البهارات اللي راح أستخدمها معلقة من الملح، معلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة من الشطة الحارة، وفيكم تستغنوا عنها أو تضيفوها حسب الرغبة. في وعاء عميق ضفت المقادير اللي معانا وراح أضيف عليهم البهارات وزيت الزيتون، واخر شي راح اضيف الزيتون الاسود المقطع، وراح اقلب كل المكونات مع بعض بشكل كتير منيح. قلبت المقادير مع بعض وهلأ راح نحطها في طبق التقديم. وهيك أصبحت السلطة معي جاهزة، بإمكاننا نقدمها بجانب المشاوي أو الأسماك أو في داخل سندوتشات الفلافل وكتير من الأكلات. بتمنى تكون وصفتنا لليوم نالت إعجابكم. ما تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم ويعطيكم العافية، وانتظرونا بكل جديد.